اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. كنا شفنا شخصيه كاساندرا نوفا في فيلم ديد بول اند وولفرين الاخير، لذا النهارده هنستغل الفرصه ونتكلم على كاساندرا نوفا في الكوميكس، ناخد فكره عنها وعن قدراتها. كاساندرا نوفا هي شخصيه تبع مارفل كوميكس. اول ظهور ليها في الكوميكس كان شهر مايو سنه 2001. الكلام ده كان في العدد رقم 114 من سلسله الكوميكس نيو اكس مان على ايد الكاتب الكبير جرانت موريسون. هي سوبر فيلن عدوة للاكس مان والاخت التوأم لبروفيسور اكس اللي هو شارلز اكزيفير. هي متصنفة رقم 50 كأعظم أشرار الكوميكس في التاريخ طبقا ل IGN، وهي الوحيدة في الليستة اللي أول ظهور ليها كان في القرن ال21. هي تصنف حاجة اسمها مامود راي أو الذات العكسية، وطبقا لأساطير إمبراطورية الشيار دول يبقوا كائنات طفيلية من خارج الأبعاد، لازم أي واحد يحاربهم قبل ما يتولد. هما ملهمش جسم، موجودين في المستوى النجمي وبيتولدوا جنب أي كائن واعي. بنشوف ان كاساندرا بتنسخ الحمض النووي لتشارلز، فبتعمل لنفسها جسم بتبقى توأمه، بتقرر تقتله باستخدام الحبل السري. هو بيقرر يدافع عن نفسه فبيهاجمها باستخدام قدراته التخاطرية. الهجوم ده بيتسبب ان بيحصل اجهاض لامهم. ده بيتسبب ان كاساندرا بتتولد جسمها ميت، بس هي مش بتموت، هي بتعيش ككائن خلوي في المجاري، بتحاول اعادة انشاء جسمها. العملية دي بتقعد عشرات السنين. بعد ما بتكون جسمها هي بتقرر انها تنتقم من تشارلز وتبوظ له حياته وتدمر له الحاجات اللي هو بيحبها. بتتلاعب بدونالد تراسك قريب بوليفار تراسك، بتخليه يفعل 4 من السنتينلز اللي اسمهم وايلد سنتينلز، بتبعتهم على جينوشا معقل الميوتنس. بيحصل هناك مذبحة وبيموت 15 مليون واحد. بعد كده بيقبض عليها ولفرين وسايكلوبس، بياخدوها على الاكس مانشن، بس هي بتعرف تهرب بعد ما بتتغلب على معظم الاكس من بكل سهولة. بتطلع على سريبرا اللي هو النسخة المطورة من سريبرو، بس احنا بنشوف ان هي الاول بتبدل عقلها مع تشارلز. بتيجي اما فروست وبتكسر لها رقبتها. دلوقتي بروفيسور اكس عقله محبوس في جسم نوفا المكسور، مش عارف يحذر الاكس من. بتيجي نوفا وهي واخده جسمه بتضرب عليه النار عشان ما يتكلمش. بعد كده بتقرر انها تطلع في رحله الى الفضاء وتدمر امبراطوريه الشيار من الداخل، بتتسبب في توتر العلاقات ما بين الارض والشيار وبيحصل حرب ما بينهم. بعد ما بترجع الارض بيكون في زي وحش كده حواليها متكون من بقايا الناس اللي امتصتهم او تلاعبت بيهم. بتقرر انها تروح لسريبرا عشان تتصل بجميع الميوتنس في الارض وتموتهم. جين جراي بتعمل لها خدعه بتتسبب ان عقل البروفيسور بيرجع لجسمه وهي بتبقى من غير جسم. بتيجي اما فروست بتديها جسمها القديم، بتقول لها ده جسمك خشي فيه. بالفعل ده اللي بيحصل. بتكون هي كمان عامله لها خدعه، ده مش جسمها ولا حاجه، ده جسم واحد من الحرس الامبراطوري للشيار اسمه ستاف، وده كائن متحور شبه الاميبا. هي بتتحبس جواه وعقلها بيتمسح، بيتعمل لها إعادة تعليم عقلي جوه محاكاة نفسية من قبل بروفيسور إكس وجين جراي، وجسمها بيتحط في صندوق معدني لا يمكن اختراقه. هي كمحاولة أخيرة يائسة بتلعب على ذنوب ومخاوف وشكوك إما فروست. بتحط في دماغها فكرة إن هي عاشت بسببها وقت المذبحة بتاعت جينوشا لما هي فعلت لها السكندري ميوتيشن بتاعتها. إما بتعذب الاكس من عن طريق الاوهام وبتتلاعب بكيتي برايد وبينجحوا في تحرير نوفا اللي بتنجح في الهرب وبتتنقل من جسم لجسم. هي بعد كده بتثير غضب سكان العالم تجاه الميوتنس عن طريق المؤامرات. بيتم اعتبار جين جراي ارهابيه. بتتلاعب بواحد اسمه فورج انه يصمم لها حاجه اسمها نانو سنتينلز. دي بتحول البشر زي الالات مهمتهم العثور على الميوتنس وقتلهم. هي بعد كده بتصيب رؤساء الحكومات وبشر كتير حوالين العالم بالنانو سنتينلز. بتصيب ستورم كمان بتخليها تهاجم زمايلها الاكس من في واكاندا. وبتصيب واحد اسمه تين ابومنيشن وبرضه بيهاجم الاكس من. بنشوف ان جين بعد ما بتبرأ اسمها دلوقتي نوفا قررت انها تصيب كل سكان العالم بالنانو سنتينلز، بس الاكس من بيحبطوا المخطط بتاعها. نوفا بتقرر الانتقام من جين فبتخطف بنتها اللي اسمها برستيج اللي من خط زمني تاني. الاتنين بيتواجهوا وجين بتعرف تنقذ برستيج. نوفا بتحتجز رحلات طيران كتير جدا عشان تخليهم رهائن ليها، وبتقبض على حاملة طيارات تبع للجيش الكوري عشان يبقوا الجيش بتاعها وتخش في حرب قصاد جين. جين بتطلب مساعدة توني ستارك انه يصمم لها خوذة شبه خوذة ماجنيتو عشان تحرر الناس. بعد كده بنشوف ان نوفا بتتسبب في انفجار مفاعل نووي على حاملة الطيارات. دلوقتي الاكس مان بمساعدة الافنجرز بيعرفوا يدمروا حاملة الطيارات قبل ما توصل جينوشا ويحصل دمار كبير. بعد كده دلوقتي بنشوف ان جين بتنتصر عن طريق انها بتصيب نوفا بنسخة معدلة مطورة من النانو سنتينلز، بتصيبها بالعاطفة. ابتدى يجيلها تأنيب ضمير واحساس بالذنب. بعد كده بتروح لدولة الميوتنس اللي هي كاراكوا، بتنضم لفريق مارودرز. كيتي برايد وايما فروست مش بيعرفوا يسامحوها على اللي هي عملته زمان
في جينوشا بيقرروا ان هم يبعتوها في مهمة عبر الزمن 2 مليار سنة للماضي وبيسيبوها هناك. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراتها. هي ايه قدراتها؟ هي بتعرف تعمل كوبي للدي ان ايه بتاع الكائنات الواعيه زي ما عملت مع بروفيسور اكس وبقى معاها قدراته. ومش بس كده، هي عندها البوتنشال لجميع القدرات الكامنه الغير مستغله اللي هو ممكن يوما ما يوصل لها. القدرات دي هي التالي: التليباسي، وهي من اقوى التليباس في الكوكب. النقل العقلي، التحكم العقلي، الاستحواذ على العقول، تغيير العقول، والشلل العقلي، انشاء الاوهام، التلاعب بالذكريات، سايونيك بلاستس وسايونيك شيلدز، التليكينيسيس، الاسقاط النجمي، هيلينج وفيزنج. بالنسبه لظهورها في الاعمال الفنيه فاحنا عارفين انها ظهرت في عالم مارفل السينمائي الام سي يو في فيلم ديدبول اند وولفرين. كمان هي ظهرت في لعبه فيديو جيم اللي هي مارفل فيوتشر فايت. بس كده، دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها على كاساندرا نوفا في الكوميكس. انا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس انت ايه رايك في الشخصيه دي؟ عجبك تجسيدها في عالم مارفل السينمائي ولا لا؟ احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.